مرحبا بكم من جديد أحبابي في الله. شرح اليوم يخص الأشخاص الذين فقدوا أرقام هواتفهم سواء عن طريق الخطأ أو لسبب تهيئة الهاتف أو عمل فورمات له أو سوفتوير أو سرقة هاتفهم. اليوم سوف أخبركم عن طريقتين، أحدهما لم تخطر في بال أحد من قبل والآخر قد تكون أغلب الناس يعرفوها. أولا سوف نقوم باستعادة أرقام هواتف أصدقائكم من خلال الكمبيوتر، وبعدها سوف أشرح لكم استعادة أرقام أصدقائكم من الهاتف المحمول. نبدأ على بركة الله. في البداية لو أردت استعادة أرقام هواتف من خلال الكمبيوتر سوف نتجه إلى جوجل كروم مثلا، وثم سوف نتجه إلى تطبيقات جوجل، ثم نتجه إلى جهات الاتصال. قد يطلب منكم تسجيل الدخول إلى حساب الجيميل. أنا سبق ودخلت إلى حساب الجيميل من قبل، هكذا ظهرت لنا الأسماء الخاصة بنا. أما الطريقة الثانية سوف أضع لكم الرابط أسفل الفيديو، أو يمكنكم الكتابة الرابط في المتصفح الخاص بكم. سوف يأخذنا الرابط إلى صفحة فيسبوك. قد يطلب منكم تسجيل الدخول. أنا سبق ودخلت من حسابي. الآن ظهرت جميع الأسماء الخاصة بي. هذه الطريقة أغلب الناس لا يعرف. سوف أعطيكم مثال. الآن لو أردنا إظهار رقم أي شخص نضغط هنا على الرقم الخاص به وسوف يظهر لنا رقم هاتف، ولكن الأرقام تظهر معكوسة، لذلك يجب علينا ترتيب الأرقام بشكل صحيح. في البداية هو قسم الأرقام إلى عدة أقسام. القسم الأول مثلا 0096، ثم نتجه إلى القسم التالي 56، ثم نتجه إلى القسم اللي بعده 754، ثم نتجه إلى القسم الأخير 5620، وهكذا سوف يكون الرقم كالتالي 00966 56 754 5620. بهذه الطريقة نكون قد حصلنا على رقم الهاتف المراد به. الآن سوف أقوم بشرح الطريقة من خلال الهاتف المحمول. أيضا كما فعلنا في الكمبيوتر نذهب إلى المتصفح، ثم نذهب إلى جوجل، وثم سوف نتجه إلى تطبيقات جوجل، ثم نتجه إلى جهات الاتصال. الآن سوف تظهر الأسماء الخاصة بي. أما بالنسبة إلى الفيسبوك نضغط على الرابط أسفل الفيديو وسوف يأخذنا إلى الأسماء الخاصة بي. وكما سبق وشرحت لكم طريقة ترتيب الأرقام، نضغط على الرقم الشخص الذي نريده ويظهر لنا الرقم، ونرتب الرقم حسب الترتيب الذي سبق وشرحته لكم. أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم واستفدتم به. رجاء من الأخوة المشاهدين، إذا استفدتم من الفيديو وظهرت أسماءكم التي فقدتوها، رجاء عمل مشاركة لهذا الفيديو لجميع أصدقائكم لكي تعم الفائدة للجميع. شكرا لمتابعتكم.